العقوبات: ايقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 3 مباريات وتوقيع غرامه ماليه قيمتها 50,000 جنيه، وذلك بسبب طرده للعب العنيف ومحاوله الاعتداء على الخصم بعد الطرد. يبقى ده كان رايح عايز يعتدي عليه، وعدم الامتثال لقرار الطرد مما ادى الى تعطيل المباراه. توقيع غرامه ماليه على نادي بيراميدز قيمتها 25,000 جنيه، وذلك بسبب الاعتراض الجماعي من الجهاز الفني والاداري على قرارات الحكم. إحالة الشكوى المقدمة من نادي بيراميدز إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم. توقيع غرامة مالية 50,000 جنيه على النادي الأهلي، وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير، بالإضافة إلى حرمان عدد 75 مشجع المتواجدين بالمقصورة الأمامية مباراتين. إيقاف خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي لمدة مباراة واحدة، وذلك بسبب حصوله على إنذارين في نفس المباراة. إحالة الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري